السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير ولاباس عليكم. شوفوا لي داك الجمال، جبت لكم هذه الوصفه تاع صابلي ديكور جديد، تزيين جديد، وصفه سهله، فكره جديده، ان شاء الله تعجبكم وجربوها لهذا العيد ان شاء الله. ومكونات بسيطه، لا باز تاعها الصابلي تاعنا اللي خدمناه المره اللي فاتت. نقول لكم بقاو معايا في الوصفه. هنا درت لكم بالمختصر المفيد. هذا الفيديو حاولت اني نختصره لكم في 5 دقائق برك. درت هنا وصفه الصابلي اللي كنت خدمتها من قبل، فيديو سابق، لا الفيديو اللي قبله. درت هنا 500 غرام، نحاول نذكركم بها. 500 غرام تاع زبده، ندير لها بهذاك لابواط، نعبرها تاع سكر غلاسي، ونزيد لها نص عبر تاع زيت كما راكم تشوفوا، قرصه ملح وشويه لافاني، شويه بزاف لافاني. ونروحوا نديروها تتخلط مليح حتى يبيض لنا الخليط تاعنا. عاد نبداو نزيدو في البيض تاعنا. هذه الوصفه شيشه بزاف، وننصحكم كنصيحه كي تبغوا توجدوها وكلش ديروها في الفريجيدير لخاطر تذوب في اليد قبل الفم. وصفه بنينه بزاف بزاف بزاف. هنا درت 4 صفار بيض، ونروحو نزيدو 2 صفار بيض كاملين. هذا الكونتيتي راني درتها لكم في الفيديو اللي قبل، وقطعت لي ما شاء الله، وخدمت به هذا الصابلي. درته قاعده لشحال من فكره صابلي، درت به ديليس الليمون اللي كان في الفيديو اللي سابق، ودروك كاني ندير فيه هذا حلوى الشوكولاته بالكراميل. ان شاء الله تعجبكم، وراها دايره حاله هذا الوصفه ولا هذا الديكور داير حاله في وسائل التواصل الاجتماعي. هنا نبدا ندير في الكاكاو تاعي. درت 2 مغارف تاع كاكاو يكون نوعيه جيده، ودرت نص عبر تاع مايزينا، ونروح ندير الفرينه حتى تشكل لي عجينه اللي تكون طريه، ما تكونش ناشفه، لانه الكاكاو من بعدها يعاود يزيد ينشف، وغادي نخلوها تريح. نبسطوها بين 2 اوراق تاع بابي كويسون، ورق الطهي، ونقطعوها كما راكم تشوفوا. انا درتها على عده اشكال، درتها لكم على شكل القلب، درتها لكم على شكل دائري، وانتم خيروا الشكل اللي يكون قريب لقلبكم وعجبكم بزاف. حاولت اني نحط لكم التجربه تاعي وانتم تشوفوا اللي تساعدكم. هنا رحنا طيبنا الصابلي تاعنا، ورحنا وجدنا كريمه الزبده بذوق الشوكولا، لصقت بها لي صابلي تاوعي، ودرت الكراميل في الوسط، ورحت هنا ذوبت الشيكولا تاعي. هنا عندي خدمت بماكسون، ودرت لها 2 مغارف تاع زيت باش تكون خفيفه ونوعا ما، وتقطع لي كميه كبيره. هنا نصيحه نقول لكم، الصابلي تاعكم كي تلصقوه بالكريمه الزبده تروحوا ديروه في الفريجيدير حتى يشد روحه مليح، لانه هذا الصابلي راني نقول لكم هشيش بزاف، الشيكولا هي اللي تشده. كي نديروا له الطريه تاعه ونغلاصيوه بالشيكولا هي اللي تخلي القوام تاعو يحكم روحه. هنا عندي عجينه السكر، جبت عجينه السكر تاعي، ورحت درت الصابلي تاعي اللي درت كلاصيته، درته يبرد في الفريجيدير باش يشد روحه. وهنايا درت هذا الورود بعجينه السكر اللي كنت طريتها مليح وطرحتها، ونبدا ندير لها هكا باش كما راكم تشوفوا هذا الوسمه، باش هذه الطريقه باش تكون عندي فينيسيون مليحه تاع الورد. نكبر، نحاول اني ندير 2 احجام تاع عجينه السكر و2 الوان. درت هذا اللون ودرت اللون الاخضر، راح لي المقطع ما صورته لكمش. ونروح نقطع هذوك الوريدات تاوعي، نقطعهم على 2 بحيث تكون عندي نصف دوار الشمس، ونديره فوق الصابلي تاعي باش نلصقه بالجلوكوز. هنا عجينة السكر فيها نوعين، إذا بغيتي هذا الوردات ييبسوا وينشفوا لك ويشدوا لك مدة طويلة، خدمي بالغامباست، نوع من عجينة السكر سموها الغامباست، اللي هي مخصصة للورود، لصناعة الورود. سينو تقدري ديري بعجينة السكر العادية المخصصة للتغليف وتؤكل، المخصصة للتغليف تؤكل، عكس الغامباست لا تؤكل.
هذا هو باختصار وبكل خفة هذا الفيديو اللي درته لكم اليوم. قاطو الشباب بزاف، وإن شاء الله يعجبكم، ونقول لكم عيدكم مبارك، وإلى اللقاء في وصفة قادمة.